في وحدة من الليالي الهادئة ديال شهر غشت، في وسط واحد الأجواء اللي كانت زوينة، كانوا الأهل ديال المنطقة فرحانين وهما كيوجدوا العرس ديال رحاب ومحمود، واللي غادي يتقام بالضبط من بعد 3 أيام. الزناقي مضويين والقاعة كتوجد والأهازيج والداخل والخارج في الدار ديال العروسين، وكلشي كان متحمس لهداك العرس الأسطوري اللي كان غادي يتقام. حتى لهنا الامور كلها مزيانه، ولكن الحاجه اللي ما ضربوش ليها الناس حسبه هي ان العريس غادي يختفي بدون سابق انذار، وما غادي يخلي موراه حتى شي تفسير. وهنا غادي يتحول الفرح للحزن، خصوصا منين غادي يعرفوا شنو وقع للعريس. القضيه ديال اليوم غادي تدينا لمصر، وبالضبط لواحد البلاصه اللي سميتها يونس حميد، واحد القريه اللي هادئه واللي جات على اطراف ديال المدينه. وفي هذه القريه بالضبط كانوا الناس كاملين فرحانين بالخبر ديال الزواج ديال رحاب وديال محمود، لان العائله ديال هاد جوج الناس كانوا واحد العائله اللي مشهوره في هذيك المنطقه ومعروفين. محمود في عمره 22 عام، واحد الدري اللي مدلل عند والديه، ومنين هو صغير اي حاجه كيحل عليها فمو الا وكيلقاها قدامه. يعني الوالدين ديالو كانوا ميسورين وما كان خاصهم حتى شي خير، لدرجه ان الاب ديالو كان ضارب حسبه لهذاك النهار اللي غيتزوج فيه، داكشي علاش غادي يشري ليه شقه خاصه به، وحتى من الفراش والتجهيزات المنزليه حتى هما وجدهم ليه. وفعلا ما غادي تدوز الا ديك عامين 3 سنين حتى محمود غيقرر انه يتزوج. ومنين غادي يفتح الموضوع مع والديه غادي نرشحوا ليه واحد البنت اللي سميتها رحاب. رحاب كانت واحد البنت اللي مشهوره ومعروفه بالجمال ديالها وكانت داخله سوق راسها، وحتى بالنسبه لرحاب كانت في نفس المستوى اللي كانت فيه العائله ديال محمود، يعني حتى هي والديها كانوا ميسورين. غادي يمشيو يقصدوا الدار ديال رحاب وغيطلبوا اليد ديالها من والديها، وحتى والديها منين شافوا بلي العائله ديال محمود واحد العائله اللي ميسوره قبلوا على الفور. وواخا هكاك شرطوا عليهم بزاف ديال الشروط اللي كانوا صعابين، ورغم هذا الشيء كامل العريس غادي يقبل بكل رحابه صدر. ومن بين دوك الشروط اللي غيشرطوا عليهم العائله ديال رحاب هو انهم باغيين يديروا العرس في اكبر قاعه ديال الافراح اللي كاينه في ديك البلاصه. وفعلا هذا الشيء غادي يقبل به بكل فرح، خصوصا ان محمود عجبته رحاب بزاف وسطاتو بداك الجمال اللي فيها وبالجمال ديال عينيها اللي لا يقاوم، لدرجه ان محمود من قوه الفرحه اللي فيه غادي يمشي يجيب اغلى مصور واغلى تريتور باش ينظم ليه الحفل الزفاف ديالو. واي حاجه حلت عليها رحاب فمها كتوجد ليها في الحين، لدرجه انها شرات الفستان ديالها من اغلى بلاصه في القاهره. وهذا الشيء كان كامل مقرر ان العرس يدار نهار 15 في شهر 8، وكانوا الناس كاملين متحمسين لهذا العرس، خصوصا ان هذا العرس ما غاديش يكون عادي وانما غيكون واحد العرس اسطوري واللي ما موالفينش به الاهل ديال القريه. وكان كلشي كيوجد شنو غادي يلبس وشنو اكسسوارات اللي غيدير لهذا النهار بالضبط، لانه بالنسبه لهم غيكون بحال شي مهرجان. ولكن المفاجاه هي اللي غادي توقع من قبل العرس 3 ايام. محمود غادي يغبر وحتى شي واحد ما غيعرف فين مشى، وحتى شي واحد ما غيكون عنده خبر عليه. في الاول العائله ديالو ما غاديش يتخلعوا بزاف، غيقولوا ممكن ان محمود خلعاتو المسؤوليه ديال الزواج وقرر انه ينسحب شي يومين ولا شي نهار زعما باش يجلس مع راسو ويفكر ويوجد راسو لهذيك المسؤوليه اللي هو داخل عليها، وغادي يرجع. وغادي يحاولوا انهم يتصلوا به بزاف ديال المرات، وحتى من رحاب كتصيفط ليه ميساجات ولكن ما كيجاوبش. غادي يدوز نهار يومين ومحمود باقي غابر. هنا في الاسره ديالو غادي تخلع بزاف وغادي يقولوا هذا الشيء ماشي شي حاجه طبيعيه، لان محمود كان هو اكثر واحد فرحان وكيتسنى بفارغ الصبر امتى يوصل العرس ديالو. علاش زعما دابا غادي يغبر بلا حتى شي مبرر؟ وشنو اللي خلاه يتخذ هذه الخطوه وهو عارف بان عرسو ما بقات ليه غير 3 ايام؟ هنا فين غادي يجمعوا العائله ديالو النوضه وغادي يقصدوا البوليس باش يحطوا واحد البلاغ ديال الاختفاء. وبما ان العائله مشهوره في ديك البلاصه البوليس غادي يتحركوا على الفور، ولكن غادي يقولوا لهم ممكن ان محمود ندم مع الحال ومبقاش بغى يكمل في هذه العراسيه وهو يتراجع اللور ومشى سافر ولا مشى لشي بلاصه ما كيعرف حتى شي واحد. ولكن العائله غادي ينفيو وغادي يقولوا ليه اللي اكثر واحد اللي كان فرحان بهذا العرس هو محمود، لانه كان كيوجد كل شيء وكان كيسول على اي حاجه متعلقه بالعرس ديالو. ولكن منين قلبوا خصوصا ملي شافوا ان الهاتف ديالو كان طافي وما كيجاوبش عليه، قالوا ممكن ان محمود فعلا تكون وقع عليه شي حاجه. غادي تدوز 5 ايام على الغياب ديال محمود وغادي تحول الفرح للحزن. وبدل ما يجيو الناس للدار ديال العائله ديال محمود باش يباركوا ليه العرس،
كيجيو باش يواسيو والديه. وحتى بالنسبه لرحاب كيواسيوها لانها كانت واحد الحاله اللي خايبه وكانت كتحس براسها على انها واحد العتبه ديال الشر في الحياه ديال محمود. غادي يقلبوا البوليس في كاع البلايص، غادي يمشيو للمستشفيات، غادي يمشيو لكاع المراكز ديال الشرطه على امل انهم يلقاو شي حاجه على محمود، ولكن بدون فائده. واحد النهار وبالضبط النهار السادس غادي يجي واحد الولد اللي ساكن في نفس المنطقه اللي ساكن فيها محمود ورحاب، غادي يجي غيوقف حدا المركز ديال الشرطه وغادي يبقى بين الحيره والتردد، كيدير 2 خطوات لقدام وكيرجع 2 خطوات للور، وكيقول في راسو واش ندخل ولا ما ندخلش، واش ندخل ولا ما ندخلش، حتى غدوز تقريبا واحد نص ساعه وهو على نفس الحال، حتى غادي يلاحظوا واحد الضابط ديال الشرطه غادي يقول ليه شنو كدير هنايا وعلاش من الصباح وانت غادي جاي علينا، ياك لاباس؟ هنا فين غادي ياخد داك الدري الشجاعه ديالو كامله وغادي يدخل عند الشرطه، وهنا فين غادي يقرر يهضر معاهم. هاد الدري كان سميتو احمد، وهاد احمد كان هو ولد عم رحاب. غادي يقول لهم باللي هاد 6 ايام كامله ما عمري شفت النعاس، وباللي محمود ديما واقف عليا وكيقول لي علاش درتي فيا هاد الشيء. البوليس غادي يستغربوا وغادي يقولوا مع راسهم شنو العلاقه ديال احمد بمحمود وعلاش زعما غادي يوقف عليه بالليل. منين غادي يسولوه هاد السؤال اللي قلت لكم دابا، هنا فين غادي ينهار احمد وما غيبقاش قادر يهضر من قوه ديك الهستيريا ديال البكا اللي جاتو. من مورا ما غيسالي احمد البكا ديالو وغادي يبدا يعترف، غادي يقول للبوليس باللي انا راني قتلت محمود. غادي يعترف لهم بكل سهوله وما غادي ينكر حتى شي حاجه، بحال شي واحد اللي كان قلبو عامر وكان خاصو غير اللي نغزو باش يخوي قلبو. منين غادي يعترف لهم بكل شيء غادي يقولوا ليه دابا غتمشي معنا باش تورينا فين خبيتي جثه، وفين غادي يمشي معاهم وما غتصوروش معايا فين خباها. داهم لواحد البلاصه اللي تقريبا صحراويه وغادي يقول لهم باللي هاد البلاصه هي اللي خبيت فيها الجثه. وفعلا من غادي يبداو يحفروا في هذيك الرمله غادي يلقاو الجثه ديال محمود مسكين، ومن خلال الكشف الاولي على الجثه غيلاحظوا بانها فيها بزاف ديال الطعنات. منين كلشي غادي يجيب الخبر لهذا الشيء اللي واقع حتى شي واحد ما غادي يتيق وكلشي غادي يتصدم، خصوصا ان هاد ولد عم رحاب اللي سميتو احمد حتى شي واحد ما كان كيشك فيه. ودابا اجيو نعاود لكم علاش احمد دار هاد الجريمه وعلاش قتل محمود. منين كان احمد كيعترف ليهم غادي يقول لهم باللي انا كنت كنبغي رحاب ملي كنت صغير، وحتى رحاب كانت كتبادلني نفس الشعور، وكنا وحنا صغارين مواعدين بعضياتنا باش منين غادي نكبروا غنتزوجوا وغنأسسوا اسره ديالنا. وكل شي ديك الساعه كان عارف باللي رحاب هي ديال احمد واحمد هو ديال رحاب. غادي نبقى انا شاد في الحلم ديالي، غادي نكبر غنكمل قرايتي، غادي نمشي ندبر لي على خدمه، وفعلا منين خدمت غنمشي عند والديا وغنطلبهم باش يخطبوا لي رحاب. منين والديا غادي يمشيو عند الوالدين ديال رحاب باش يخطبوها ليا، اول حاجه غنتقابل بها هي الرفض من الوالد ديال رحاب، والسبب كان هو احمد ما كانش في نفس المستوى ديال العائله ديال رحاب، واخا هو راه ولد خوه. من بعد غادي يقول لهم باللي الاب ديال رحاب غادي يجري علينا من الدار وغادي يقول لنا عمركم ما تعذبوا الباب ديال هاد الدار وعمرك ما تحلم شي نهار انني نزوجك بنتي، وغادي يفرقوا بيناتنا وغادي يهرسوا داك الحلم اللي بنيناه من الصغر. ما غاديش يدوز بزاف ديال الوقت حتى غادي يوصلني خبر ان رحاب جاها واحد الخطيب اللي كان لاباس عليه وغادي يوافقوا عليه الوالدين ديال رحاب. وهنا فين غادي تشعل فيا العافيه والغضب الشديد، لانه ما كنتش كنتصور شي واحد اخر يكون مع رحاب من غيري. وفي الجهه الاخرى كاينه رحاب اللي واخا كانت كتبين الفرحه ديالها بهذاك الزواج ديالها بمحمود، في نفس الوقت كانت ما كتحس حتى شي حاجه من جهته، وكانت مازال ما نسات احمد. واخا كانت مخطوبه ديك الساعه لمحمود كانت ديما كتصيفط ميساجات لاحمد وكتقول ليه انا راني ما فرحاناش بهذا الزواج، راه غير مبززين عليا والديا، انا ما عرفت شنو غندير من غيرك، عافاك لقى ليا شي حل لانني انا ما قادراش نتزوج بهذا محمود. ومن بعد بزاف ديال الهضره بيناتهم، هنا فين هاد المساخيط غادي يتفقوا على انهم يديروا شي خطه باش انهم يتخلصوا من محمود باش يبقاو لبعضياتهم. ولكن احمد واخا هكا كان خايف واحد شويه من هاد الفكره، وقال ليها اش بان لك اننا نهربوا ونخليو كاع حنا هاد القريه ونمشيو لشي بلاصه اخرى،
ولكن رحاب ما عجبتهاش الفكره وقالت ليه بلي انا ما نقدرش نهرب معاك حيت هذا الشيء غادي يخسر السمعه ديال والديا. زعما راه هي كتفكر في السمعه ديال والديها وعادي عندها انها تصفي على شي انسان بريء. وهنا فين غادي يرجعوا للخطه الثانيه وهي انهم يتخلصوا من محمود بصفه نهائيه. وعافاكم راه اللي كان كيعطي هاد الخطط راه هي رحاب. وبما ان داك الهبيل ديال احمد كان كيبغي بزاف رحاب ماشي زعما دار ليها عقلها او لا قال ليها لا هادشي اللي غنديرو راه ما كيدارش، وانما هو غير قالت ليه دير قال لها واخا مرحبا، لدرجه انه الا قالت ليه طيح في البير غادي يطيح بلا ما يفكر. منين غادي يوافق هنا فين غادي تبدا الخطه ديالهم وهي كالتالي. غادي تقول رحاب لمحمود انه يمشي للقاهره باش يجيب ليه هذاك الفستان اللي عقلته قلت لكم شراته في اغلى محل في القاهره. ومنين غادي يكون غادي شاد الطريق غادي يكون احمد هو واحد الولد واحد اخر واقفين في الشارع زعما يديروا براسهم انهم كيتسناو شي واحد اللي يركبوا معاه باش حتى هما يمشيو للمدينه. منين غادي يجي محمود الطوموبيله ديالو غادي يبان ليه احمد وصاحبه وبحكم انه كيعرفهم غادي يقول لهم يلا هو نوصلكم معايا. منين غادي يركبوا معاه غادي يبقاو يتمشاو حتى غيوصلوا لواحد البلاصه اللي شبه خاويه. هنا فين غادي يعطي واحد العصير اللي كان فيه واحد المنوم لمحمود. منين غادي يشربوا محمود غيبدا يحس براسو بدا كيدوخ. وراه هادشي اللي كنعاود لكم كامل راه وقع مع 4 ديال الصباح، يعني ما كان حتى شي واحد في الشارع وحتى شي واحد ما شاف محمود منين خرج من القريه وتم غادي للقاهره. منين غادي يدوخ محمود وما غاديش يبقى مازال قادر انه يسوق غادي يوقف نرجعوه اللور وغادي يسوقوا حتى غيوصلوا لواحد البلاصه شبه صحراويه يعني فيها غير الرمل بزاف من كاع الجويه. وهنا فين غادي يوقف احمد الطوموبيل وغادي يقول لصاحبه باش يعاونوا انهم يخرجوا محمود. منين غادي يخرجوه غادي يشدوا داك صاحبه وغادي يجبد احمد واحد السكين وغادي يبقى يطعن فيه بزاف ديال المرات. حاول محمود انه يدافع على راسو ولكن لسوء الحظ داك المنوم اللي خدا غلب عليه وما قدرش انه يدافع على راسو وغادي يبقى يطعن فيه حتى غادي يموت. ومنين غادي يموت غادي يحفروا ليه تمانيت في هذيك البلاصه وغادي يدفنوه وسط هذاك الرمل. اما ديك الشيطانه ديال رحاب في هذا الوقت كانت كدير براسها بانها زعما حزينه وبقى فيها الحال بزاف على ان الزوج ديالها خلاها في النهار ديالها. منين غادي يعترف البوليس بهذا الشيء كامل غادي يمشيو غيشدوا رحاب وغادي يحكموا على هادوك اللي ارتكبوا الجريمه يعني احمد وصاحبه بالاعدام. اما رحاب غادي يحكموا عليها غير ب10 سنين. كان هذا هو الفيديو المقترح لليوم، نتمنى ان شاء الله انه ينال على الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من اللايك ومن الكومنتير، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.